انت منين؟ في يوم حسن صاحبي كان رايح وسط البلد، وهو ماشي على الدائري قابله يافطة مكتوب عليها صفت اللبن. الاسم شد انتباهه جدا. لما رجع سألني هو يعني ايه صفت اللبن وليه سموها صفت اللبن. قلت له سهلة. خدنا العربية ونزلنا على صفت اللبن، قلنا نسأل أهل صفت اللبن ليه سموها صفت اللبن. صفت اللبن. صفت اللبن. صفت اللبن. صفت اللبن. صفت القديمة وصفت اللبن واحد عادي. صفت اللبن. صفت بلد الرجالة. لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. اسمها صفت اللبن ليه؟ كده اهو غلاسة كده. انا اتولدت لقيتها اسمها صفت اللبن. طلعت لقيت نفسي صفت اللبن وهي صفت اللبن. عشان اللبن اللي فيها كتير. ممكن يكون كان كتر الفلاحين فيها. مصفى كبيرة اسمها مصفة لبن، عشان كده اتسمت اسمها صفت عند المطبعة زي ما بقول لكم كده والله. عشان لبن الجاموس. يعني ايه علاقة لبن الجاموسة باسم صفت اللبن؟ الله أعلم. ده ميعاد الأتوبيس اللي رايح شرم الشيخ بيعدي على صفت اللبن. وليه صفت اللبن؟ كنا خدنا كوبايتين لبن في السكة كده. صفت يعني خزينة. صفت يعني ايه؟ خزينة. زمان كان فيها اتنين كبار بيتخانقوا، ده اللي احنا سمعناه. اتنين كبار قوي بيتخانقوا مع بعض. فطبعا بعد ما اتصالحوا قالوا صفي اللبن وراحوا مسمينها صفت اللبن. يعني صفت اللبن جت من صافية لبن؟ جت من صفي اللبن. يعني ايه صافية لبن حليب قشطة؟ يعني ايه؟ الخناقة مولعة وبعد شوية يقول له خلاص يا عم الحاج صافية لبن، تاني يقول له حليب قشطة. ايه اشهر شوارع هنا في صفت اللبن؟ جاي داير الناحية العائلات كلها فيه. المباني الجديدة، الأرض الزراعية اللي هي صفت الجديدة وفرن أبو حليلة وعزبة البدرشيني، كل دي خلت علينا جديد. عندك شارع الشريف، شارع داير الناحية اللي هو لافق صفت بأجملها. شارع أبو صفون، شارع عزبة الأمين. دي الشوارع الأساسية في قلب البلد. كل صفت و20 وشارع المدرسة ودرب عيسى الفاضي وعزبة الأمين. اشهر شوارع الكوم العالي وكفر السلامة وضرب عيسى الفاضي، دي اشهر شوارع في صفت اللبن. انت في صفت القديمة دلوقتي. شارع داير الناحية، شارع التحرير اللي انت بتطلع منه بقى على جامعة القاهرة، تطلع منه على الدقي، تطلع منه كده، تطلع منه على دائري صف، تاخد المحور، المهندسين، ميدان لبنان، تخش الناحية التانية على الهرم والرماية والحتت دي. هي صفت مدخل ومخرج أي بلد. أي بلد حوالينا عايز تروحها هي صفت مدخلها ومخرجها. ده ميدان الفخراني. ده ميدان الفخراني، شارع الشريف، شارع المدرسة، شارع الكفر، ماشي شمال الناحية دي، الناحية دي كده الدائري. ايه سر بقى غيات الحمام في صفت؟ هواية، كل واحد وهوايته. واحد هوايته يجيب عربية يفضل يجدد فيها ويشد فيها، ده هوايته ان انا اشوف يعني عشتي متميزة في وسط 1000 عش. يعني مفيش سبب معين، هو بس انت حابب الموضوع. هو هوايته ان انا اشوف حاجتي تخش سبق والكلام ده. اخويا الكبير هو اسمه وليد سلامة صاحب العش، عنده لفت 4 ادوار الله اكبر. بتجيب الحمام منين؟ من سوق الجمعة كده عيش. ايه الفكرة في انك انت تربي حمام؟ عادي دغية وطياره والكلام ده، وبكره اقعد معاه فوق دغية وبتاع، وساعات ممكن اخد منه زي ممكن اجيب حمام بتاع اللي انا بذبح منه اكل منه، في حمام تاني غير اللي انا بطيره في السباق والكلام ده. يعني بتدخل سباقات؟ لا لسه ما دخلتش. اشهر غاية حمام بتاعت مين؟ شبه ودية، وعندك ابو حليم، واحد اسمه ابو حليم. دي كام دور مثلا؟ 25 متر. 25 متر؟ غاية حمام 25 متر؟ وانت صغير كنت في مدرسة ايه هنا في صفت؟ أحمد شوقي، ابتدائية، إعدادي مدرسة النصر الإعدادي صفت اللبن. طه حسين، صفت اللبن. واقدم مدرسة هنا؟ صفت اللبن الابتدائية، معهد الدين القديم والمعهد الدين الجديد. انا المدرسة اللي على الكوبري. طه حسين. احمد شوقي الابتدائية. فاكر حد من مدرسينك؟ استاذ حسن النجار، استاذ محسن، استاذ صلاح الحنفي. لما بتشوف الناس بقى وهي معديه في الشارع يعني بيبقى ايه الوضع معاه؟ بيبقى شرف ليا واسلم عليه واقعد معاه، ودلوقتي انا مدرس معاهم في المدرسه. ما شاء الله. يعني حضرتك مدرس اصلا؟ غير ان انت ترزي، انت حضرتك مدرس. اروح اكل عند حد في صفت اللبن، هاكل عند مين؟ مفيش غير محلات الفول طعمين حاليا. في محلات كتير بناكل كل حاجه. عم اسماعيل بتاع الفول رقم 1. فول وطعميه. عم ثروت بتاع الكبده. اللهم صل على النبي عليه. ده عم ثروت من مشرفنا تاريخ. كشرين كفته وفراخ. هنا عند العفيفي لا مؤاخذه ابو عبد الكبابجي، انضف اكل. شحات بتاع الكفته العفيفي وحاجه ممتازه. واشهر اكل هنا في صفت اللبن ايه؟ الكرنب والخس والسبانخ، لان اصلا بلد. طب الكرنب بيبقى حاف ولا بيبقى حاجه؟ ده طبعا في لحمه. في لحمه وفي فراخ وفي كل حاجه، والله ربنا يسخرها الحمد لله والله. وعم رمضان وعبد اتش. عبد اتش ده من اقدم الناس في صفت، سندوتشات برضه بني بلدي. مين اشهر ناس بتعمل كبده جملي هنا في صفت؟
صفت اللبن بفضل الله يا الشيخ اللي انت بتكلمه دلوقتي. الراجل ده بيعمل كبده 100 الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. طب الكبده الجملي المفروض اصلا ان هي بتاعت كرداسه ولا هي بتاعت صفت وكانت في كرداسه وجت صفت؟ هي اصلا بتاعت كرداسه. لكن صفت اللبن عشان البلد مجاوره لكرداسه فطبيعي جدا هياكلوا الجملي وهياكلوا كبده الجملي زينا بالظبط. الاولياء اللي هنا بقى مين؟ اولياء الصالحين ما نسمع ان مسجد سيدي مسعود بس، ونسمع سيدي عيسى قريب، سيدي فرج وسيدي حسن بس. شيخ ابراهيم النجار ماسك في مسجد سيدي مسعود. بالنسبه للمباني القديمه هنا في صفت، تعرف مبنى قديم بنايه قديمه مثلا موجوده هنا في صفت عدى عليها وقت طويل؟ الشارع ده والبيت ده اللي انا فين قدامه ده دار المناسبات بسيدي حسن. دي بقى لها مثلا كام سنه؟ طلعنا لقيناها كده وجدودنا طلع 3 كده عاملينها للمناسبات للمعازي ولسه شغاله لحد دلوقتي؟ شغاله دلوقتي مقرأة للحريم وللشباب الصغير، مقرأة قرآنية. وانت داخل صفت اللبن هتكتب للناس يافطه وتقول لهم فيها ايه؟ غريب سلطان هنا ما تجيش عشان ما فيش. اجمل حاجه صفت اللبن. وبكره تشوف صفت اللبن ده هتبقى ازاي لما الدائري يخلص. طب لو صفت كانت نجم ومشهور كنت تحب يبقى مين؟ دكتور احمد زويل، محمد صلاح، عادل امام. انت ماسكه لي سكينه ليه؟ ده كنت هسنها. سنها بس؟ مش هتعملي فيها حاجه؟ لا ما تخافش، مش ده انت منورانا والله يعني. تكسر المرض. الله يبارك.